السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا مامة مودي ودي قناتي مطبخ مامة مودي. ما تنسوش اقول لكم الشير لو عجبكم الفيديو، ولو اول مرة تشوفني اعمل اشتراك. النهارده زي ما انتم شايفين كده هنعمل كيكة شوكولاتة حلوة قوي، وطعمها بجد عجب الولاد جدا، وسهلة وسريعة ومش مكلفة قوي يعني. تعالوا نشوف هنعملها ازاي مع بعض. طبعا اول حاجة هنجيب 3 كوبايات دقيق وهنخلهم كويس، وكمان هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف بالظبط. لازم ننخل الدقيق كويس، وبجهز حاجتي قبل ما ابتدي. كده نخلت دقيق وجهزته، والكاكاو كمان نخلته، ومعايا كوبايه زيت، ومعايا كوبايه ونص سكر، ومعايا كيس ونص كيك شيف، وده كيس قهوه اللي هي سريعه الذوبان، و3 بيضات، لكن لو بيض بلدي يبقى 4 بيضات. هنضرب البيض والسكر الاول كويس، وهنحط عليه فانيليا سايله بقى او فانيليا باودر زي دي كده. بعد ما ضربت البيض والسكر كويس قوي، رحت ضايفه بقى الزيت، وطبعا اللبن نسيت اقول لكم على اللبن، كوبايه ونص لبن. كده عملنا الحاجات السايله كلها مع بعضها. طبعا دي باختيارك، عايزه تحطي الكاكاو مع الدقيق وتخلطي الكاكاو مع الدقيق تمام. انا بشتغل بكاكاو اسباني خام تحفه غامق، ده كاكاو اسباني غامق بجد رهيب. انا من كتر حلاوته بحس بطعمه كده في الكيك بيبقى تحفه. بعد ما دوبت الكاكاو كده مع الخليط اللي احنا عملناه، هننزل بقى بالدقيق واحده واحده كده، وعليه البيكنج باودر، وطبعا رشه ملح بسيطه. كيس بيكنج باودر بقى او كيك شيف، بس كيك شيف انا بحبه عن بيكنج باودر. نضرب بقى الدقيق كويس قوي وندوبه في الخليط اللي احنا عاملينه ده زي ما انتم شايفين كده. وهنكون مجهزين نص كوبايه ميه سخنه بتغلي. تمام، شايفين عامل ازاي كده؟ معايا نص كوبايه ميه سخنه، ودوبت فيها الكيس اللي هو او معلقه صغيره قهوه سريعه الذوبان. وبعد كده هنضيفها على الخليط بتاعنا ونضرب بقى بسرعه. بجد التكايه دي حلوه قوي، بتفرق في الكيكه، بتخليها هشه وتحفه. طبعا مولعين الفرن، انا بحط على الرف اللي في النص، وبولع الفرن على درجه حراره 200 تقريبا، وبعد كده برجع اهدي بقى شويه. قبل ما ادخل الخليط بهدي، يعني انا بخلي الفرن بس يسخن قوي، وبعد كده ادخل الكيك بقى على الرف اللي في النص. ببطن بقى الصينيه بتاعتي زبده وكاكاو، طالما هي فاتحه معلش شوكولاته بحب ابطنها كاكاو. تمام، شايفين الخليط عامل ازاي؟ ريحته كانت جباره بجد، ومفيش اي ريحه زفاره للبيض. على فكره انا بحط معلقه خل، انا نسيت اقولها، مع الفانيليا، تحفه. وسلام بقى لو حد عنده بشر برتقان او بشر ليمون بيبقى خطير. كده انا هدخلها الفرن، وتعالوا بقى نحضر الصوص بتاعها. طبعا دي 3 كوبايات لبن، وبحط 3 معالق كبار كاكاو خام او 4 ممسوحين. وبحط ده بقى السكر على حسب انت ما بتحبي التحليه بتاع السكر قد ايه. انا حطيت 4 معالق سكر، انت على حسب بتحبي التحليه بتاعتك ايه، السكر ده على حسب التحليه. معلقتين كبار نشا، وممكن تحطي معلقه كبيره نشا ومعلقتين دقيق على حسب ما بتحبي. بدوب الحاجات دي كلها كده بسرعه. ممكن تضيفي فانيليا، بس انا مش بحب الفانيليا لان بحب قشطه، وبحب ريحه القشطه، بحط قشطه معلش. رفعته على النار لغايه ما تقل. بدات بقى رجعت بقى حطيت معلقه زبده ومعلقه قشطه كبار، معلقتين كبار جدا، وخلطتهم كده في الشوكولاته بتاعتي. وحطيت رشه قهوه سريعه الذوبان كده بسيطه، بتدعم طعم الكاكاو. يعني القهوه دي بنحطها بتدعم طعم الكاكاو، والخام اللي انت بتحطيه بيديكي طعم الشوكولاته تحفه. كده الخليط ده كده نركنه على جنب كده. تمام، كده خرجنا الكيكه من الفرن، بجد مستويه جدا وتحفه وريحتها جباره. بقعد بقى اعملها كده بالخله. انت ممكن تشيلي الوش ده، ممكن تشيلهوش، بس انا بشيله علشان ايه؟ يمسك الشوكولاته تمسك عليه، وكمان تتغلغل جواها. وكمان بعمل بيه للولاد حاجه كده جميله قوي هوريها لكم. ده بقى مع كوبايه لبن مع معلقه كاكاو خام، وبرده رشه قهوه سريعه الذوبان، يعني معلقه صغيره كده او ريحه بس بسيطه. وبقعد اشرب بقى الكيك زي ما انتم شايفين كده. ده بيخلي الكيك يبقى جوسي كده وتحفه بجد. وبعد كده بنزل بقى كده، كان كل حاجه هاديه، يعني مش كل حاجه بارده، لا هاديه، هديت كده درجه حراره الغرفه او اهدى شويه.
كده انت ممكن كده خلاص كده بقت كيك شوكولاته تحفه، مش محتاجه تعملي فيها اي حاجه. يعني اللي بعد كده بقى خلاص ده حاجات من عندك انت. انا ولاد بقى بيحبوا الكريم شانتيه، فعملته معاهم. انا عامله معاكم الكريم شانتيه قبل كده. بحط كوبايه كريم شانتيه بحط ميه مش لبن، وبجيب كوبايه ميه متلجه وابدا اضيف بالتدريج، مش بعاير الصراحه، ما بحطش مقادير في الكريم شانتيه. بقعد اضيف الميه لغايه ما يبقى بالقوام اللي انا حباه. بتعملي بقى روزيتات كده جميله، تعملي طبقه من الكريم شانتيه فوقيها زي ما تحبي. انا اديت حاجات كده شكل كده بسيط بس بجد كانت تحفه. وبعد كده اي حاجه، اي صوصات بقى، الحاجات اللي بعد كده كلها بتبقى حلوه يعني، حاجات كده من عندك. لكن هي بالشوكولاته بس، بصوص الشوكولاته اللي احنا عملناه البسيط ده، هي خلاص بقت كيكه شوكولاته. اللي باقي بعد كده بقى افتكاسات. انا عشان الولاد بس كده بدعم لهم الطعم كده بصوص شوكولاته وصوص كراميل، بس بجد طعمها كان خطير. واتشربت اللبن اللي بنشربه الكيك في الاول ده بيبقى تحفه بجد، بيخليها جوسي من جوه خطيره. شايفين منظرها عامل ازاي؟ والطعم كان جبار. جربوها وهتعجبكم جدا. جربوها بطريقتي دي وقولوا لي رايكم. يلا بقى، سلام عليكم.